آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في إياب دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حسم برشلونة تأهله أمام نادي نيوكاسل يونايتد بعد فوز برشلونة بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين. كما تأهل نادي بايرن ميونخ على حساب نادي أتلانتا بعد فوز بايرن ميونخ بنتيجة 10-2. وتأهل نادي ليفربول على حساب نادي غلطة سراي بعد فوز ليفربول بنتيجة 4-1. كما تأهل نادي أتلتيكو مدريد على حساب نادي توتنهام هوتسبير بعد فوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين. حسب الصحفي خافي ميغيل، من المتوقع أن يغيب الحارس الإسباني غارسيا لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع بسبب الإصابة، ما سيحرمه من المشاركة أمام رايو فايكانو وأتلتيكو مدريد. وتبقى مشاركته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غير مؤكدة، حيث قد يكون جاهزا في الوقت المناسب أو يواصل الغياب. وبحسب صحيفة ذا أتليتيك، يراقب برشلونة عمر مرموش ليكون بديلا محتملا لروبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 75 مليون يورو، مع بقاء فيكتور أوسيمين خيارا آخر مطروحا.